بيبدأ المسلسل سنة 2005 مع ضابط شرطة اسمه ميجيل، وبيبقى راجع بيته هدومه غرقانة دم، وابنه الكبير خوان بيشوفه وبيخاف عليه وبيسأله هو اتخانق مع مين. بس ميجيل بيكون واضح انه واقع في كارثة كبيرة، وبيطلب من ابنه يخلي اللي شافه سر ما بينهم وما يقولش لمامته ولا لأي حد تاني. وبنروح لكارلا بطلة مسلسلنا سنة 2022، وبنعرف انها دكتورة باطنة بتشتغل في مستشفى ولسه بادئة حياتها المهنية، وبتبقى في مصابة بتموت معاها في قسم الطوارئ، وبتحاول تنقذها على الرغم من انها بتعمل مخاطرة كبيرة ممكن تتعاقب بسببها، لكنها ما بتخافش وبيكون اهم حاجة عندها حياة المريضة. وفجأة بتدوخ وبتقع على الارض قبل ما تعمل اي حاجة. وبنرجع لحياة ميجيل مرة تانية سنة 2004، وبنشوف انه اب كويس وبيحب عيلته جدا. وفي مرة وهو خارج معاهم بيشوف حريق بعيد عنهم، فبيتحرك لمكانه بسرعة وبيلاقي رافا زميله هناك، وبيكون البيت اللي فيه الحريق بيت جبريال خال رافا. ورافا بيتصل بيها علشان يعرف هو موجود جوه البيت ولا لا، لكن للأسف جبريال ما بيردش عليه. وبيلاحظ ميجيل ان عربية لويزا مرات جبريال قدام البيت، فبيعرف انها موجودة جوه، وبيخاطر بنفسه وبيدخل. بس لما بيوصل لأوضة نومها بيكون الحريق كبر جدا، ورافا بيطلعه غصب عنه للبيت لان بالشكل ده هيموت. وللأسف لويزا بتموت في الحريق ده، وبيتعرف ميجيل على جثتها، وبيلاحظ انها لابسه سلسله فضه غريبه. واما حاليا كارلا بتفوق وبتلاقي نفسها كانت في غيبوبه من شهر، والدكتور بيعرفها انها كانت مريضه قلب، وانها لما فقدت وعيها ما قدروش ينعشوها واضطروا يخلوها في غيبوبه لحد ما يلاقوا متبرع ليها. وبيفهمها انها لازم تفضل تحت المراقبه لحد ما يتاكدوا ان جسمها مش رافض الزراعه. ولما بتخرج من المستشفى بتروح السكن بتاعها مع موني صاحبتها وزميلتها في المستشفى برضه، وبتكون عاوزه تعرف مين صاحب القلب اللي جواها، وموني بتنصحها ما تعملش كده. ولما بنرجع لسنة 2004 تاني بنشوف ميجيل مهتم بالحريق جدا، وبيبقى شاكك ان لويزا وفاتها ما كانتش صدفة، وبيعرف انها كانت بتشرب منوم ومضادات اكتئاب وخمرة. وبيحاول يعرف جوزها ليه علاقة بالحريق ولا لأ، وما بيستفادش من رافا بأي حاجة لأنه مقاطع خاله بسبب والدته وما يعرفش طبيعة علاقته بمراته. وبيروح ميجيل يزور جبريال في شغله، وبيسأله هو كان فين وقت الحريق، فبيقول له انه كان سايب البيت وموجود في كوخ الصيد بتاعه في الغابة. فميجيل بيسأله عن مراته او لو كان في مشاكل ما بينهم، فبيقول له انه ليه الجنة علشان استحملها طول فترة جوازهم علشان كان بيحبها. وبيصور حياتهم على انها كانت معاناة، وبيقول انها انسانة محدش يستحملها او حد من قرايبها حتى. وبعد 5 شهور من تحسن كارلا بعد العملية بتفضل تدور على معلومات عن المتبرع، وبتخلي موني تساعدها. وبتعرف من المستشفى انه شاب مات في حادثة، وبتفضل تدور لحد ما بتوصل ل4 اشخاص، ولكن 3 منهم بتستبعدهم لانهم ماتوا قبل ما يوصلوا المستشفى. وبتوصل لشخص اسمه كارلوس مات في نفس المستشفى اللي كانت فيها، واحتمال يكون هو ده. وبتقول لموني اللي وصلت له، وبتنصحها موني ما تتواصلش مع حد من عيلته لان ده ممكن يعمل مشاكل ليها، لكنها بتكون مصرة تعرف هو كان عايش ازاي. وبتتصل بمطعم كان بيشتغل فيه، وبتعرف انه مطعم مرتا والدته، وبتعرفها بنفسها لكن مرتا ما بتقدرش تتكلم معاها. ولكن بتتصل بيها بعد فترة وبتقول لها انها ترمي رماد ابنها في الغابة، وبتطلب منها تحضر المناسبة دي لانها تحس ان جزء منه لسه معاها. وكارلا صحيح كانت فضولية وعاوزة تعرف كل حاجة عنه، لكنهم عيلة غريبة عنها وبتتردد. وبتقول لمرتا انها تفكر وهترد عليها. ولما بتحكي لموني بتكون شايفة انها ما ينفعش تعمل كده لانه مكان غريب وما ينفعش تروحه لوحدها. بس كارلا بتقول لها انها تقعد يومين بس ومش هيحصل لها اي حاجة اكيد، وبتقنع نفسها انها تجربة وهتتبسط فيها، وفعلا بتسافر. ولما بتوصل للعنوان اللي اخدته بنعرف ان مرتا هي نفسها مرات ميجيل، وبنعرف ان كارلوس ده ابنهم الصغير. ومرتا بتستقبلها، ولما بتعرف انها حاجزة شقة بترفض تخليها تروح، وبتقول لها ان بيتها كبير ومفيش مشكلة لو استقبلتها فيه. ولما كارلا بتشوف صورة ميجيل مرتا بتقول لها ان ده جوزها ومات من زمان، وبتوريها اوض اولادها، وبتعرفها ان في مهرجان في نهاية الاسبوع لو حابة ممكن تقعد معاها لحد ما تحضره، وبتسمح لها تقعد في اوضة خوان. وبتوريها صورة كارلوس، وبتقول لها انه كان عنده مشكلة في عظمه وكان بيتكسر بسهولة وتعذب بسبب المرض ده كتير. وفي النهاية بتشكرها انها وافقت تيجي. ولما بيروحوا الغابة خوان بيشوف كارلا، والحقيقة ما بيكونش مبسوط بوجودها بس ما بيضايقهاش برضه، وبيرموا الرماد في بحيرة في الغابة. وبتلاحظ كارلا ان في بنت بتبص عليهم من الناحية التانية للبحيرة. وكمان بتعرف من رافا ان ميجيل اختفى في الغابة ومحدش لقى جثته خالص، وكل اللي لقوه العربية بتاعته في الغابة وبس. وفي نهاية اليوم ده بيكون في قاعدة مع اولادها في الغابة ومركزة مع التليفون، وابنها بيشوط الكورة على الطريق
الطريق، وقبل ما يروح ياخدها بتشوفه فبتزعق له علشان ما يتحركش من مكانه لانه طريق سريع، وبتجيب له هي الكورة. بس لما بترجع ما بتلاقيش بنتها الرضيعة في مكانها، وبتفضل تصرخ وبتدور عليها في كل مكان ولكن مفيش أي أثر ليها. وبتبلغ الشرطة وبيتجمع أهل القرية علشان يدوروا عليها، ومعاهم رافائيلو جدها. وحتى كارلا بتروح هناك وبتقابل البنت اللي شافتها عند البحيرة مرة تانية، وبتعرف إنها ماريا حبيبة كارلوس. ولما بتتكلم معاها ماريا بتقول لها إن كارلوس عانى بسبب أهله وبيقاطعهم خوان اللي بياخد كارلا معاه، وبيدخلوا الغابة يدوروا على البنت. فهي بتستغل الفرصة وبتسأله هو ليه مش حابب وجودها، فبيعرفها إنه بس مستغرب من تصرفاتها، وبيفتكر لما كانوا مجرد أطفال بيلعبوا كورة. وكارلوس وقع على رجليه ساعتها واتكسرت. وقتها مارتا لامته على اللي حصل لأخوه لأنه الكبير، ولما ودته المستشفى عرفت إنه مصاب بهشاشة العظام في نفس الوقت اللي ميجيل اكتشفت فيه إن لويزا جوزها كان بيضربها، وقدمت فيه بلاغ وبعدها سحبته واتنازلت عنه، وكانت علاقتهم سيئة جدا. وحاليا الشرطة بتقدر توصل لأثر من ملابس الطفلة، وبيكون جدها منهار جدا والشرطة بتهديه. وماريا بترجع بيتها بتلاقي باباها مصاب لكنه بيكون بيعزف وكأنه ما بينزفش. واما ميجيل كل ما نرجع له بنلاقيه لسه مهتم بالقضية، وعلى الرغم من ان مديره طلب منه يقفلها بان الحريق حصل بسبب تدخين لويزا وهي ما حستش بسبب المنومات اللي بتشربها، هو ما كانش مرتاح وفضل يراقب جوزها لحد ما جابرييل استفزه في مرة وقال له انه عاوز يثبت انه القاتل علشان ينتقم لاخته اللي فشل انه يحميها من ابوه. وكلامه بيجرح ميجيل لانه فعلا حاسس بالذنب بسبب اخته دي، وبيظهر ان والده كان شخص مش كويس وبيضربهم، وان لينا اخته الكبيره هربت لانها تعبت منه، وانه من وقتها ما يعرفش عنها اي حاجه. وحاليا مارتا بتقول لرافا انها سمعت ان باكو والد ماريا هو اللي خطف البنت، لكنه بيقول لها انه مستحيل يعمل كده. وبعدها موني بتبعت فيديو لكارلا عن اختفاء ميجيل بس ما بتلحقش تشوفه، وبترجع تدور على البنت تاني. وبتكون ماشيه مع اخوان لكنه بيجيله اتصال فبيبعد عنها بسبب الشبكه. وقتها هي بتسمع صوته وبتمشي وراه، وضربات قلبها بتعلى جدا، وبتشوف شخص لابس ماسك وبيرقص بطريقه غريبه وقدامه الطفله، وبتحاول انها توصل للطفله. والشخص ده اول ما بيشوفها بيسيب البنت وبيهرب، وبعدها هي بتفقد وعيها وبتفوق في المستشفى. والدكتوره بتعرفها انها لازم تتابع مع الدكتور بتاعها علشان تتاكد ان جسمها مش رافض العضو الجديد وان اللي حصل لها مجرد اجهاد وبس. وبتقابل ماريا وبتعرف انها بتشتغل في المستشفى، وبتطمنها ماريا ان البنت رجعت لاهلها. ولما بتسالها كارلا هي كانت تقصد ايه بكلامها، ماريا بتقول لها ان التعامل مع كارلوس ما كانش سهل ابدا بسبب مرضه، وبتقول لها انه في اخر حياته بقى مهووس باختفاء والده، وكان بيحاول يثبت ان حالات الاختفاء اللي بتحصل عندهم في الغابه مش طبيعيه، ووالده واحد منهم. ولما بيوصلها اخوان للبيت بتساله لو كان اخوه انتحر فعلا، بس هو بيقول لها انه ما سابش اي رساله وانهم مش عارفين. ولما والدته بتشوفه بتلومه على اللي حصل لكارلا وبتتهمه بالاهمال لانه ما اخدش باله منها، وهو كانه اتعود وما بيدافعش عن نفسه وبيروح للشغل. وبيفتكر والده اللي كان في ازمه ماليه، ومارتا كانت بتطلب منه ما يعملش مشاكل في شغله، لكنه كان شايف انه كان لازم يدافع عن اي واحده ضعيفه. وبيلاحظ ان اخته في صورتها اللي معاه لابسه نفس السلسله اللي شاف لويزا لابساها، وبيروح علشان يتاكد بنفسه من مركز الشرطه. وبتشوف كارلا فيديوهات كارلوس على صفحه ماريا، وبيكون بيرقص فيها نفس الرقصه اللي شافت الخاطف بيرقصها في الغابه، وبتستغرب جدا. وبيبقى كارلوس شخص منطوي جدا، واللي كان معاه معظم الوقت هي ماريا، وكانت مبسوطه بعلاقتهم وبتكون عارفه عنه كل حاجه تقريبا. لكن قبل الحادثه اتخانق معاها واتهمها انها زي كل الناس بتبص له بشفقه علشان صعبان عليها، وطردها بعد كده من بيته. ويوم المهرجان كارلا بتروح وبتوري لاخوه الفيديو بتاعه، وبتقول له ان الشخص اللي كان موجود في الغابه كان بيرقص بنفس الطريقه بالظبط، وما بيكونش فاهم ايه الرابط ما بين الشخص ده واخوه. ووالده لما اتاكد ان السلسله اللي موجوده في الصوره نفس اللي كانت لويزا لابساها، راح لجوزها الكوخ بتاعه في الغابه وكسر الشباك ودخل منه، وفضل يدور فيه لحد ما لقى رسومات غريبه على الجدران، وحس ان في حاجه مش طبيعيه ليها علاقه باخته. وحاليا كارلا لما بتشوف ماريا في المهرجان بتسالها هو اتعلمها منين، فبتقول لها انه كان بيروح الغابه كل يوم وبيرفض ياخدها معاه. ولما كانت بتساله هو ما بيزهقش منها، بيقول لها انه بيروح يتعلم لكنه ما كانش بيقول هو بيتعلم ايه ومن مين. وبتلاحظ ان في واحد بيبص لهم فبتسال ماريا عليه، فبتقول لها ان
اسمه أبانول، وبتقول لها إنه كاتب وكارلوس كان بيحبه جدا وكان بيتأثر بكلامه، وهو اللي كان بيقنعه بأفكاره عن اختفاء الناس في الغابة. وبيكون في أشخاص كتيرة لابسين أقنعة غريبة، واحد بيفضل يبص لماريا. وبنشوف تشيلو والدة بنت من اللي اختفوا فجأة اسمها سيلفيا، بتقول لإخوان إن والده هو اللي خطف الطفلة وعايش في الغابة، فبيقول لها تبطل كلامها المجنون وتهتم بحياتها، فبتتخانق معاه وبتقول له إنه هيندم بعد فوات الأوان. وبيتخانق جد الطفلة مع مارتا وبيقول لها إن ابنها ما بيعملش شغله علشان كده حفيدته اتخطفت. ولما بنرجع تاني لميجيل بنلاقيه بيحاول يعرف جابرييل اختفى فين، وبيكون أخد أجازة من المدرسة اللي بيشتغل فيها بحجة إنه مكتئب بعد وفاة مراته ومحدش يعرف مكانه. وفي نفس الوقت بيكون قلقان على ابنه اللي الدكاترة قلقوه عليه وطلبوا منه إشعاعات كتيرة بسبب الكسور اللي بتحصل له باستمرار. وفي يوم وهو سهران مع رفا بيسأل باتريشا مراته عن اللي حصل لأخته، فبتتردد وبتقول له إنها ما تعرفش أي حاجة غير اللي الناس حكتها، وإن الناس كانت بتقول إنها هربت مع واحد كبير في السن، وبتعتذر له عن الكلام ده. وبتحاول مراته تفهم هو بيفكر في إيه، ولما بيرفض يشاركها أفكاره بتطلب منه يركز معاها لأنها محتاجة ليه خصوصا بعد تعب ابنهم. بس هو بيقول لها إن لو أخته هربت مع شخص كبير فعلا ممكن يوصل له، وبيوريها صورة السلسلة وبيقول لها إنه متأكد إنها كانت هدية ليها لأنها مش ذوقها. فبتقول له إن دي كلها مجرد افتراضات وإنها هربت بسبب معاملة باباها السيئة ليها، لكنه بيقول لها بطريقة مباشرة إنه شاكك إن الشخص اللي هربت معاه ده هو جبريال، وبينشغل في الموضوع ده جدا وبيفضل يدور في صور أخته أكتر على أمل إنه يلاقي دليل. وبيروح لوالدة رافا وبيسألها هي ليه بعد ابنها عن خاله، فبتستغرب وبتسأله عن سبب زيارته، فبيصرحها إن السبب هو تفكيره في أخته. وبيسألها لو كان أخوها ليه علاقة بأخته فعلا وبيترجاها تصارحه، فبتجيب له ملف وبتطلب منه ما يقولش اللي يعرفه لحد حتى رافا. وبتطلع رسومات كتيرة من الملف معظمها الحيوانات ومعاهم رسمة البنت، وبتقول له إن البنت دي اسمها سارة، وإن جابرييل قابلها في الغابة وكانت رسامة إيطالية، وإنها أجرت بيت في قريتهم وعاشت فيه، وكانت بتعلم أخوها الرسم لأنها شايفة إنه موهوب، لكنها بعد كده فجأة مشيت من القرية. لكن بعد فترة طويلة هي شافت خبر اختفائها في الجرايد وعرفت إنها ما رجعتش لأهلها، وكانت متأكدة إن أخوها ليه علاقة باختفائها لأنه ساب البيت بعد ما اختفت بيوم واحد بس، لكنها للأسف ما كانش عندها أي دليل، ولكن معاملته ليها كانت مخليها متأكدة إنه مش طبيعي وما بيحترمش الستات كلهم. وبنرجع للمهرجان من تاني وبنشوف جد الطفلة بيتخانق مع والد ماريا وبيتهموا إن هو اللي خطف بنته، وإخوان بيبعدهم عن بعض بالعافية. وبترجع ماريا باباها البيت وبتساعدها كارلا، وبتلاحظ إنه بياخد أدوية وبتعرف من ماريا إنه بيحاول يبطل كحول من 4 سنين، وبتشكرها علشان ساعدتها. أما كارلا وهي راجعة البيت بتقابل أبانول وبتطلب منه يتكلم معاها عن كارلوس، فبيروح معاها وبيقول لها إن كارلوس كان شخص طيب جدا وبيحب التاريخ، وبيقول لها إنه كان مهتم ببنت اسمها سيلفيا وإنها اختفت في قريتهم من 20 سنة، وإن والده اختفى بعدها بكام يوم بس، وإن في حوالي 11 شخص كمان اختفوا في آخر 30 سنة في القرية، وكارلوس كان بيحاول يلاقي رابط ما بينهم كلهم. وبالليل بيتجمع الناس من تاني علشان يكملوا باقي الاحتفال، وبيجي رافاييلو ومعاه بندقية وبيضرب على باكو، ولكن ماريا هي اللي بتتصاب مكانه وبتقبض الشرطة على رافاييلو، وبتساعد كارلا ماريا وبتطمن لأن الإصابة سطحية. وتاني يوم كارلا بتطلع تدور في كتب كارلوس وبتلاقيه مجمع صور الأشخاص اللي اختفوا ومنهم عمته، وبيبقى معاهم كمان والده جابرييل. وبعدها والدة سيلفيا بتقابل مارتا وبتفضل تقول لها إنها عارفة مكان جوزها ومخبياها علشان قتل بنتها، ومارتا بتكون تعبت من كلامها جدا، وخوان بيطلب منها ما تردش عليها، بس هي بتقول له إنه جبان لأنه مش واثق في والده وفاكر إنه سابهم وهرب. فبينهار وبيقول لها إنه آخر مرة شاف والده فيها كان راجع غرقان دم في نفس الوقت اللي سيلفيا اختفت فيه، وإنه طلب منه ما يقولش لأي حد وإنه استحمل كل ده علشان خاطرها وبس. لكن مارتا بتقول له إن ميجيل استحالة يأذي أي بنت في الدنيا، وبترفض تصدق كلامه، وبتفتكر اليوم اللي سيلفيا اختفت فيه. وقتها كانت بتتخانق مع ميجيل علشان مش مركز معاهم، وهو وعدها إنه هيصلح كل حاجة، وقال لها إنهم هيخرجوا يتعشوا وهيحتفلوا بعيد جوازهم بره القرية. بس جاله تليفون من الشغل وعرف إن سيلفيا اختفت وما رجعتش البيت بعد الشغل، ولما دور في المكان اللي اختفت فيه لقى إن في طريق بيوصل لكوخ جابرييل، بس رافا قال له إنه أكيد ملوش أي علاقة لأنه مختفي من سنة أصلا ومحدش يعرف عنه أي حاجة. وبالليل خرج ميجيل ومراته زي ما اتفقوا، ولكن ميجيل وصل مراته البيت وقال لها إنه هيروح اسم الشرطة وهيرجع بسرعة، بس هو راح الغابة وفضل مراقب الكوخ لحد ما شاف نور جواه. وحاليا مارتا بتروح لرافا وبتقول له كل حاجة خوان قالها، بس هو بيقول لها إن ميجيل استحالة يكون أذى سيلفا أو أي واحدة غيرها، بس هي بتطلب منه
يدور على خاله تاني لأن ميجيل كان بيدور وراه وممكن يكون وصل لحاجة وهم ما يعرفوش. وبتاخد كارلا الصور وبتروح لاخوان بيته وبتوريه كل حاجة أخوه وصل لها، وبتقول له إن والده مش هو الوحيد اللي اختفى فجأة ولكن كان آخر واحد اختفى. فبيقول لها إن الكلام اللي قاله لوالدته حقيقي ومتأكد منه كمان، وإنه عاش طول حياته خايف يكون شخص مش كويس بسببه، لكن هي بتقول له إنه إنسان كويس وإنه شال ذنب مش بتاعه. بس الحقيقة بتكون إن ميجيل لقى جابرييل في الكوخ فعلا، ولما صدق لقاه وضربه على طول علشان يعرف سيلفيا فين. بس جابرييل فضل يقول له إنه ما عملش أي حاجة وإنه جاي يصطاد في الكوخ، لكن ميجيل ما صدقهوش وفضل يسأل عن كل البنات اللي اختفوا، وجابرييل رفض يقول أي حاجة وقال له إنه مش هيتكلم غير في مركز الشرطة وبس. فسابه مربوط في الكوخ ورجع البيت ولبسه عليه دم، وبيكون هو ده اليوم اللي اخوان شافوا فيه. وتاني يوم رجع له تاني وكان هيقتله، بس رفع راح له وقال له يسلمه للشرطة بدل ما يضيع مستقبله ويتسجن هو، وقال له إنهم أكيد هيلاقوا دليل. وجابرييل فضل يستفز فيه ويقول له إنه جبان ومش هيقدر يقتله، ولو مات يدفنه في الغابة مع أخته وباقي البنات. لكن ميجيل ما قدرش يقتله فعلا ورفع حضنه وأخد منه المسدس، وبعدها قال له إنه اتصرف صح. بس المفاجأة إنه قتله بنفسه. وآخر ذكرى في حياة ميجيل كانت غدر صاحبه الوحيد بيه، بس خيانة رفا ليه بدايتها من زمان جدا لما كانوا لسه أطفال. والدته كانت منعاه يشوف خاله أو يتكلم معاه نهائي، بس هو الكلب بتاعه ضاع منه في الغابة، ولما راح يدور عليه خاله شافه واتكلم معاه وأقنعه إنه يقابله من غير ما والدته تعرف. وكان بيقابله في الغابة من وراها وعلمه الصيد والرقص وحاجات كتيرة، وكان بيزرع جواه أفكار غريبة وكرهه في الستات، وحتى كان بيديه صور ليهم مش مناسبة لسنه وسماه نسر. وفي مرة كان راكب معاه عربيته وماشيين على الطريق وقابله أخت ميجيل وكانت مرتبطة بجابرييل فعلا. وفي اليوم ده رفا شافها لابسة السلسلة اللي في الصورة وركبت مع خاله وراحت معاه الكوخ، وطلبت من رفا ما يقولش لميجيل إنه شافهم مع بعض. وجابرييل طلب من رفا يرجع البيت لوحده، بس رفا راح وراهم الكوخ وشاف خاله وهو بيضربها على دماغها لحد ما ماتت، ومن الخوف هرب بسرعة ورفض يتكلم مع خاله تاني لحد ما سافر من القرية كلها وما جابش سيرة اللي حصل لأي حد. ولما كبر وخاله رجع وحصل الحريق في بيته وشاف مراته لابسة السلسلة افتكر مادلينا وراح للكوخ وسأله لو كان قتل مراته، وساعتها كان عايز يبلغ عنه، لكن خاله هدده بإنه متورط زيه بالظبط لأنه كان عارف كل حاجة من زمان وساكت، وقال له إن والدته وصاحبه هيكرهوه، وقال له كمان يسأل والدته مين والده الحقيقي، وكان يقصد إنه ابنه هو علشان كده أخته بتكرهه فيه. وبعدها اداله رقم وقال له إنه يقدر يتصل عليه في أي وقت لأنه مش متسجل باسمه. وكل ده خلى رفا مش عارف يسيطر على نفسه ومش عارف هو شخص كويس ولا شريك لخاله في جريمته. وفي يوم قابل سيلفيا وهو سكران، ولأنهم كانوا على علاقة ببعض قال لها إنه هيوصلها وطلب منها تركب معاه العربية، بس هي خافت منه لأنه كان سكران وواضح إنه مش طبيعي وكملت مشي. وبعدها هو نزل وضربها واعتدى عليها، وبعدها خنقها لحد ما ماتت. وبعدها راح لجابرييل الغابة، ولما فاق ندم على اللي عمله واتصل بخاله وكان عاوز يسلم نفسه للشرطة، لكن خاله قال له ما يعملش كده وقال له يستنى لحد ما يجيله. وجاله فعلا بعد كام ساعة ودفنوا جثة سيلفيا في الغابة، وقال له يكمل حياته وكأن مفيش أي حاجة حصلت لأن محدش هيعرف اللي حصل خالص. وجابرييل اتفق معاه إنه هيقعد في الكوخ كام يوم وساعتها يقول إنه جاي يصطاد قبل ما يسافر تاني. وبعدها الشرطة كانت بتدور على سيلفيا، ورافع حاول يتصل بجابرييل كتير لكنه مردش عليه، فراح له الكوخ وميجيل كان هناك وكان هيقتله لكنه قدر يقنعه يسيب المسدس وبعدها قتله. وخاله قال له يروح أي مكان يظهر فيه مع مراته قدام الناس علشان يثبت حجة غيابه، وقال له إنه هو هيتصرف في الجثة. وفعلا رافع عمل كده وخرج معاها، وجاله اتصالات كتيرة اتسأل فيها عن ميجيل بس هو قال إنه ما شافوش. وجابرييل دفن جثة ميجيل هو كمان وأخد تليفونه ورجع الكوخ يحرق الصور والأوراق اللي كانوا مع ميجيل. ولما رافع رجع له قال له ما يحسش بالذنب لأنه كان لازم يكون هو أقوى واحد في الدنيا. ولما رافع سأله هو قتل كام واحدة ما قالوش عددهم، بس قال له إنه ممكن يعلمه الصيد زيه، لكن رافع رفض وقال له إنه مش زيه وطلب منه يمشي وما يرجعش تاني. وراح لمارتا وعرفها إن جوزها مختفي ومش عارفين يوصلوا له، وحاليا رافع بيفتكر كل اللي عمله وبيفكر ينتحر لكنه ما بيقدرش يعمل كده، وبيروح لخاله اللي رجع الكوخ من شهرين بعد ما جاله زهايمر. ولما خاله بيطلب منه يخرجه من الكوخ بيقول له إنه آخر مرة خرج فيها خطف طفلة وبعدها بيديله علاجه علشان يفوق، فبيقول له إنه جبان لأنه ما خرجش معاه للصيد ولا مرة وهيفضل جبان. لكن رافع ما بيهتمش بكلامه وبيقول له إنه هيجيب له العلاج بعد كام يوم، وبيمشي وبيقف قدام المراية وبيلبس القناع بتاعه. وتاني يوم كارلا بتكون خارجة من عند اخوان وبتكلموا في التليفون، وبيكون واضح ان هما الاتنين معجبين ببعض، وهي بتكلمه بتشوف رافع واقع على الارض والقناع
القناع بتاعه واقع هو كمان، وبتقول لاخوان يقفل علشان تساعده، وقبل ما تقفل بتقول له انها حاسه انها شافته قبل كده وبتقرب منه وبتساله لو كان كويس وبتساله لو كان عاوزها توصله بيته، لكنه بياخد القناع من على الارض وبيجري. ولما بتشوف القناع بتعرف انه نفس الشخص اللي خطف الطفله وبتجري وراه، وبيتصل خوان بيها وبتقول له انها لقت الشخص اللي خطف الطفله وبتاكد له انه معاه نفس القناع، فبيقول لها تقف مكانها وما تمشيش وراه لانه خطر عليها، لكنها بتقول له انه عند الجسر وانه هيهرب وبتقفل المكالمه. وبتلاقي رفا ساب لها القناع، ولما بتقرب منه بيحاول يخنقها، ولما بتصرخ بيخبطها بحجر على دماغها. ولما خوان بيوصل ما بيلاقيهاش وبيقول لزميله ان كل اللي قالته له انها عند الجسر، وبيرن على تليفونها وبيلاقيه واقع على الارض. وبتفوق كارلا بتلاقي نفسها في الكوخ مربوطه ومعاها رافا، وطبعا بتكون خايفه جدا بس بتمثل انها ما فاقتش علشان ما يأذيهاش. بس هو بيدور في شنطتها وبيطلع بطاقتها وبيحطها في صندوق خشب صغير وبيبعد عنها، فبتستغل الوقت ده وبتحاول تفك ايديها. وبتكون مارتا قلقانه عليها جدا وحاسه بالذنب لان هي اللي طلبت منها تجيلها القريه، وبتقول لابنها انها ممكن تجمع جيرانهم وتدور عليها، لكنه بيطلب منها تصبر لحد ما يطلع اذن وبيقول لها ما تخافش. وبيكون الناس في المطعم بيقولوا انها من ساعه ما جت القريه وكل يوم في مشكله جديده بتحصل في القريه. واحد منهم بيقول انه شاف رفا في القريه وكان حاله غريب جدا. ولما مارتا بتسمعه بتقلق اكتر، وبيحاول رفا يتصل بجابرييل، ولما بيرد عليه كارلا بتسمعه بيناديه باسم نسر. ورفا بيقول لخاله يسيب كارلا تمشي، لكنه بيرفض وبيقفل في وشه. وبتتصل مارتا برافا وبتقول له ان في ناس شافت جابرييل في نفس المكان اللي اختفت فيه كارلا، وبتقول له ان ميجيل غالبا كان عنده حق وخاله هو اللي خطف البنت الصغيره، وبتطلب منه يتصرف بسرعه لانها مش هتسيب حد تاني يموت، فبيوعدها انه هيلاقيها. واول ما بيقفل خوان بيدخل وبيقول له ان الاذن لسه ما جاش، وبيطلب منه يسمح له ياخد اشخاص من القريه ويدوروا عليها في القريه، لكنه بيقطعه وبيقول له ان مارتا قالت له ان في ناس شافوا خاله في المكان اللي كارلا اختفت فيه، فبيقول له انه شافه في صور المختفيين اللي كارلوس كان بيجمعها، وكارلا شافت صورته معاهم علشان كده قالت في اخر المكالمه انها حاسه انها تعرفه، وبيقول له انهم لازم يتحركوا للكوخ فورا. وبتكون كارلا قدرت تفك ايديها لكنها كانت مرعوبه وخايفه تتحرك، وبتدور على اي حاجه تحمي بيها نفسها، وبتلاقي سكينه وبتاخدها وبتحاول تخرج من الكوخ وما بتكونش عارفه ايه مستنيها. ولما بتشوف جابرييل داخل الكوخ بتبطل عياط وبتقول له يبعد عن طريقها، وبعدها بتطلع فهو بيقول لها تجري براحتها وبيجري وراها. واخوان ورفا بيتحركوا مع بعض، وبتكون نظرات رفا لاخوان مش مفهومه ومش واضح هو هيعمل ايه، وما بنبقاش عارفين هو هيغدر بيه هو كمان زي والده ولا هيخلص على خاله وينهي كل ده. وبتفضل كارلا تجري بكل طاقتها لكنها بتقع في النهايه وبتترجى ما يقتلهاش. وبيوصل خوان في نفس اللحظه وبيقول له يبعد عنها لكنه بيرفض، وبيكون هيطعنها بالسكينه فبيضربه رفا بالرصاص وبيخلص عليه. وبيقول لاخوان يفضل مع كارلا ويطلب الدعم، وبيروح الكوخ وبياخد التليفون بتاعه وبيخبيه. ولما بتوصل الشرطه كارلا بتقول لهم انه اخد بطاقتها وحطها في صندوق خشب، والصندوق ده مليان جوازات سفر لبنات مفقودين من الستينيات، وبتقول لهم ان معاهم سيلفيا ومادلينا، وان معاهم كمان صور للمكان اللي كان خاطف فيه الطفله وغالبا الجثث مدفونه فيه. وبيتصدم خوان لانه شك في والده، وفي النهايه بيطلع بريء وما كانش يستاهل الشك ابدا. وبيرجع لمارتا وبيقول لها ان والده كان عنده حق وفي ادله في الكوخ بتثبت ان جابرييل قتل عمته وبنات كتيره غيرها وسيلفيا كمان. وبتفرح مارتا لان جوزها بريء وانه فضل زي ما هو وما اذاش اي حد، وبيعتذر لها خوان عن كل اللي قاله، ولكن مارتا بتسامحه وبتترجى رافا يدور على جثه ميجيل علشان تودعه للمره الاخيره. وبيرجعوا للغابه مره تانيه، واخوان بيقول لرافا ان كارلا سمع صوت تليفون مع جابرييل، بس رافا بيقول له ان ما كانش فيه اي خطوط متسجله باسمه خالص، وبيقول له يرجع البيت لانهم مش هيستفادوا اي حاجه من وجودهم في الغابه في الوقت ده. وبتروح ماريا تطمن على كارلا وبتشكرها كارلا على زيارتها وبتقول لها انها هتسافر تاني يوم. وبتكون كارلا لسه خايفه من اللي حصل لها، وبتقول لها انها مش متخيله شعور كل اللي قتلهم كان عامل ازاي. وبيرجع رافا بيته وبيعرف ان الشرطه بتدور على الشخص اللي اشترى الدواء اللي جابرييل كان بياخده لان اكيد في حد ساعده وما بيكونش عارف يتصرف ازاي. وتاني يوم كارلا بترجع حاجات كارلوس مكانها وبتودع اوضته، وبيروح رافا يزورهم وبتشكره كارلا لانه ساعدهم، لانهم لو ما وصلوش في الوقت المناسب كانت هتموت. ومارتا بتقول له ان اللي عمله اكيد كان صعب عليه لانه خاله في النهايه. وبتقول مارتا لكارلا ان كارلوس كان بيحب رافا جدا وكانوا بيروحوا الغابه مع بعض كتير وكان بيناديه باسم نسر. واول ما كارلا بتسمع الاسم ده بتخاف، وبتقول ان الشخص اللي جابرييل كان بيتكلم معاه في التليفون وهو خاطفها كان بيناديه بنفس الاسم ده،
وبيحاول رافا يقنعها إنها كانت أكيد متوترة وبتتخيل، وبيودعها وبيقول لها إنه هيروح شغله. لكن قبل ما يمشي بتقول له إن الرقصة اللي خاله كان بيرقصها في الغابة لما خطف البنت الصغيرة وهي شافته هي نفس الحركات اللي كارلوس كان بيعملها في الفيديو بتاعه، وبتسأله لو كان هو اتعلمها من خاله وإن هو بعد كده علمها لكارلوس. بس مارتا بتقول لها إن رافا ما كانش بيكلم خاله أصلا ومستحيل يكون اتعلمها منه، فرافا بيطلب منها تسكت، لكنها بتقول لهم إنها متأكدة من اللي سمعته وشافت بعينيها. وبتسأله لو كان هو نفس الشخص اللي جابرييل كان بيكلمه، فبيتعصب وبيطلع مسدسه وبيقول لهم يقعدوا قدامه. فمارتا بتقول له إنهم عيلة واحدة ومش فاهمة هو بيعمل إيه، وبتطلب منه يفهمها اللي حصل. فبيعيط وبيقول لها إنه اعتدى على سيلفيا وقتلها وخاله ساعده يتخلص من الجثة وميجيل عرف وهو قتله، وما بتكونش مصدقة إنه كان بيكذب عليهم كل السنين دي وكان عايش وكأنه جزء من عيلتهم. وبيقول لها إنه ندمان وحاول يقتل نفسه لكنه ما قدرش، بس هي بتقول له يقتل نفسه لأن دي أقل حاجة يستاهلها واحد زيه. وبيمسك رافا المسدس وبيحاول يعمل كده لكنه ما بيقدرش برضه، فبتاخد مارتا المسدس وبتقتله بنفسها. وبتقول في التحقيق إنه راح لها البيت واعترف إنه قتل سيلفيا وقتل جوزها، وبعدها مسك المسدس ووجه ناحية كارلا وقال لها إنه هيقتلها لأنها كشفت كل حاجة. ولكن مارتا هجمت عليه وأنقذتها في اللحظة الأخيرة، وإن ساعتها رافا هو اللي اتصاب، وكارلا حاولت تساعده لكنه كان خلاص مات. وبيخرجوا هما الاتنين لأن ده بيعتبر دفاع عن النفس. وبتودع كارلا مارتا واخوانه وبتسافر أخيرا من القرية اللي غيرت كل حياتها. ولحد هنا بيبقى خلص ملخصنا النهارده، وبنتعلم منه إن مفيش جريمة كاملة أبدا. ولو عجبك ملخصنا النهارده ما تنساش تصلي على النبي، ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعل الجرس.